مفيش حاجة اسمها صحاب ولاد. مفيش حاجة اسمها ان هي عندها صاحب الولاد، صاحبي من الحضانة وصاحبي من المدرسة وصاحبي من واحنا صغيرين وصاحبي في الشغل. مفيش الكلام ده. مفيش حاجة اسمها ان هي عندها صحاب ولاد، لان علميا ومنطقيا مفيش حاجة اسمها صداقة بين الولد والبنت. لان لو في صداقة ما بين ولد وبنت، فالصداقة دي هتكون جاية من انجذاب، هتكون جاية من نوع اتراكشن حصل بينهم. فلو في سيكشوال اتراكشن بينهم، يعني انجذاب جنسي ما بينهم، فدي طاقة بتبقى مكبوتة لحد ما هيجي في يوم وهتضطر الطاقة دي تخرج فيه. فده اللي بيحصل كتير، واغلب الخيانات بتكون مع صحاب الشغل. لان لو بنت بتشتغل، لو مثلا خطيبتك او مراتك بتشتغل، فهي لو بتقضي معاك في البيت ساعتين تلاتة، فهي بتقضي مع صاحبها اللي في الشغل ده بتقضي معاه 9 أو 10 ساعات في اليوم. ولو بيقعدوا مع بعض بعد الشغل فممكن تقفل 12 ساعة معاه. هي بتشوفه أكتر مما هي بتشوفك، فبالتالي في فرصة إن يحصل ريليس أو يحصل خروج للطاقة المكبوتة ما بينهم، الطاقة الجنسية اللي مكبوتة ما بينهم، فتخونك معاه في يوم. حتى تلاقي البنات المحترمة، البنات اللي احنا بنقول عليهم ماتيريال زوجة صالحة، تقول لك انا ما احبش يبقى عندي صاحب ولد. فتسألها ليه، تقول لك لا، توتر، موضع شبهة، ما احبش احط نفسي تحت الضغط الكبير ده، ضغط ان في ولد، ضغط ان انا ممكن افكر فيه، احس ان هو وحشني. هي ما تحبش تحط نفسها اصلا في الموضوع ده. ده اللي بيفرق بنت محترمة او بنت تصلح تبقى زوجة صالحة عن بنت تانية. فانا ما يفرقش معايا هي بتقول لك ده صاحبي من الحضانة، ده زي اخويا، ده عماد، ده معرفش مين. الكلام ده ما يفرقش معايا بشيء. طالما قالت لك ان هم اصحاب، يبقى في سيكشوال تنشن ما بينهم، في انجذاب جنسي ما بينهم. فكر مثلا في البواب، فكر في عامل النظافة، فكر في حد هي ما تعرفوش. هل بتقول ده حودة على البواب ده صاحبي؟ اقصى حاجة هتصنف بيها نوع علاقتهم هتقولك احنا معارف، ده مجرد بشوفه، مفيش بينا كلام غير الحاجة في الشغل اللي على الضيق قوي. لكن مثلا لما تسألها عن حازم تقولك ده حازم ده انا وهو بنحب نفس الفيلم وبنسمع نفس نوع الاغاني، وامبارح قعدنا نحكي لبعض ذكرياتنا احنا صغيرين، وطلع كنا بنحب نفس الكرتون. شايف الفرق اللي ما بين الناس المعارف والناس الصحاب عامل ازاي؟ فده الفرق ما بين المعارف وما بين الصحاب. في الصحاب بيبقى فيه سيكشوال تنشن ما بينهم، في انجذاب جنسي لازم هيخرج في يوم. انما المعارف مفيش بينهم الكلام ده. انت المفروض ما تخليهاش تصاحب ولاد، وانا اصلا المفروض ما اقولكش ما تخليهاش، لان انت ما تقدرش تتحكم في تصرفاتها، انت ما تقدرش تقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه، لان ده لازم يكون جاي من نفسها هي. ان انت لو حاولت تتحكم فيها وقلت لها بقول لك ايه ما تكلميش حازم تاني، هتقول لك انت مالك، يلا هكلمه. ممكن تقول لك ماشي مش هكلمه، وده يديها دافع اكتر ان هي تكلمه من وراك. فانت مش عايز ده يحصل. لو بنت عملت معايا كده احنا بقى، فانا هقول لها خلاص، لو انت عايزه تكلمي حازم حلو، انا العلاقه دي مش هيبقى علاقه ما بين انا وبينك بس، خلاص طالما انت بتدخلي ولاد تانية حياتك انا هدخل بنات تانية حياتي. تقول لك لا مش لا، لا بقول لك ايه، ما هو ده اللي عندي. ان البنات دلوقتي بقت عندها استحقاقيه بطريقه رهيبه، عايزه تعاملك زي الزفت وعايزاك تعملها اكنها ملكه. فلا، لو انت عايزه الاشتراك الفي اي بي بتاعي تعاملينه معامله في اي بي. لو عايزاني افكر فيك انت بس، يبقى انت تفكري فيا انا كمان بس. لكن انت ما تخرجيش مع ده وتصاحبي ده وتكلمي ده من ورايا وده من قدامي، تقولي لي انا عايزاك ما تكلمش بنات غير اصل انا بغير عليك. فلا، مفيش الكلام ده. وانت عايزه الاشتراك الفي اي بي بتاعي، تدفعي ثمن الاشتراك الفي اي بي. لو انت عايزه ثمن حاجه سبيشال، تدفعي ثمن الحاجه السبيشال، مش تديني ثمن الحاجه العاديه وتستني مني ان انا اديكي مقابل السبيشال. لازم تحط حدود، لازم تعرفها قيمتك. فانا لو بنت، بالنسبه لي انا حاسبها، بس في منكم متجوز، في منكم خلف، فهيبقى الحوار اصعب، مش سهل قوي ان انا اقول لها بقول لك انا هسيبك وهمشي، بالذات لو في اطفال ما بينكم. فالحل هو انك تقلب ميزان العلاقه. يعني ايه تقلب ميزان العلاقه؟ يعني دلوقتي هي بتكلم ولد غيرك، فانت شاغل تفكيرك كله بيها. يا ترى هي معاه في الشغل دلوقتي؟ يا ترى هي بتكلمه؟ انا همسك موبايلها لا تكون بعتله حاجه؟ انا مش مبسوط من اللي بيحصل ده، انا قاعد قلقان، انا قاعد بفكر فيها طول اليوم. فانت كده حاططها هي اولويه رقم 1 عندك، وانت واخد حياتك مجرد ان انت بتحاول تحافظ عليها.
وده مش اسلوب الصح، وده مش الطريقة الصح اللي تعيش بيها ليك اولا. وده ثانيا مش هو اللي هيشدها ليك، مش هو اللي هيصلح العلاقة. اللي هيصلح العلاقة هو انك تقلب الميزان. هي بتكلم حازم، كلم انت يارا. عيش حياتك، خليها هي اللي قلقانة انت بتعمل ايه، عشان لما هي تحس انك هتروح منها، لما هي تحس ان انت بقى بالنسبة لك سهل عادي تكلم غيرها، ان هو زي ما انت شقطتها هتعرف تشقط غيرها، هتقول ده ممكن يضيع مني، ده بقى يعرف بنات تانية، لا انا هركز معاه. بدل ما كان وقتها بتقضيه مع غيرك، وقتها هتقضيه في ان هي بتحاول تعرف انت بتعمل ايه، هتحاول تعرف انت بتضيع من ايديها ليه. لازم تقلب ميزان العلاقة. لازم ما تبقاش متاح لها طول الوقت، لازم تعرفها ان انت عندك اهداف اهم منها، طموحات اهم منها، عندك حياة عايز تعيشها، انت الاولوية رقم واحد في حياتك. لو حياتك فيلم فانت بطل الفيلم ده، مش هي. لان انا بشوف رجاله كتير بتخلي حياتها لو فيلم فهم حتى شخصيه مساعده، البنت البطله وحكاياتها الصغيره هي الابطال، وصحابها هم الابطال المساعدين، وهو شخصيه ورا الكاميرا، شخصيه مش باينه اصلا، مع انها حياتك انت. حياتك انت المفروض تبقى انت رقم واحد فيها، المفروض مفيش حد يبقى اولويه عندك الا ربنا. انا عملت فيديو قبل كده وقلت لو انت عايز تسيطر فانت لازم تفهم ان العلاقة فيها نوعين، طرف اللي بيبني وطرف النجم. النجم اللي ما بيعملش حاجة وسايب الطرف التاني هو اللي يبذل مجهود علشان يحافظ على العلاقة. وقلت لك ان انت كراجل لازم تكون الطرف النجم. فلو انت بقيت الطرف النجم واديتها مساحة ان هي الطرف اللي يبني اللي يحافظ على العلاقة، هتلاقي ان هي مش بتكلم غيرك لان هي ما عندهاش وقت تفكر فيه في غيرك. لكن مثلا لما تلاقي واحد وخطيبته قدامه الملاك الطاهر ومن وراه بتكلم غيره وبتنام مع غيره وبتسهر مع غيره وبترقص مع غيره ومصاحبه غيره وبتعمل اللي بيضايقه وبتلبس براحتها من وراه ومن قدامه، تمام بتعدي الليله. ليه؟ عشان هي عارفه اخرك ايه، هي عارفه لو انت عرفت هيبقى اخرك ايه. حتى دلوقتي باللي انا بشوفه بنات بتعمل كده قدام خطيبها وما بيقدرش يتكلم، عشان انت اخرك هتعاتبها، اخرك هتقول لها انت ازاي تعملي كده، اخرك معلش. فهي عارفه اخرك ايه. الناس هتعاملك باحترام، هتعاملك كويس على قد ما هم محتاجين يعاملوك كويس، او على قد الاحترام اللي هم محتاجين عشان يمشوا امورهم معاك ايه. لو انت سهل انك تتصالح بمعلش فالناس هتهينك وبعدين تقول لك معلش. لو انت التعامل معاك مش محتاج ان اللي قدامك يحترمك، مش محتاج ان اللي قدامك يعمل لك حساب، دي حاجة هتخلي اللي قدامك يدوس على وشك سواء ولد او بنت. بالذات البنات، الناس عموما هتبقى محترمة على قد ما هي محتاجة تبقى محترمة قد ايه. فخلي الناس تحتاج ان هي تبقى محترمة جدا معاك، وده اعمله عن طريق انك تفرض اطار للعلاقة. يعني لو انت في علاقة فمن اول يوم عرفها، لقيتها بتكلم حازم والله بقول لك ايه الكلام ده ما ينفعش معايا دلوقتي، انا وانت العلاقة دي حاجة فيها اي بي ما بيننا، مفيش حد تالت فيها، هتدخلي حد تالت هطلعك من حياتي. وش عرفها الحدود ايه، تقول لك معلش ومش معلش وصاحبي من الحضانه وصاحبي في الشغل ومش عارف ده احنا بقالنا سنين مع بعض. لا بقول لك ايه، هو ده اللي عندي، دي القوانين بتاعتي. عايزه تخش حياتي، انا اللي بحط القوانين هنا. والله عاجبك اهلا وسهلا، مش عاجبك زي ما عرفتك هعرف غيرك بالطريقه. هتلاقيها بتكن، حتى لو زعلت في الاول هتلاقيها لسه بتفكر فيك وهتلاقيها بتحاول ترجع لك. وفي نوع تاني بقى من البنات، النوع ده نكته. النوع ده يقول لك ايه، والله انا اصحابي كلهم ولاد، اصلا البنات بحس ان هي مش سالكه، البنات حواراتها كتير، البنات بتتكلم على بعض وبتنم على بعض، فانا ما بحبش ان انا يبقى اصحابي بنات، انا هتلاقي اصحابي كلهم ولاد. تكلمها تلاقيها فعلا صحابها كلها ولاد، تحس ان انت داخل فريق كوره حرفيا. لو خرجت معاها في ديت مثلا تقول لك انا احسن قاعدين مع القهوه، قاعد على القهوه مع صحابي، فتروح تلاقي اصحابها كلهم رجاله، مثلا 7 رجاله وهي بنت واحده في النص. الاكونت بتاعها على الفيسبوك كله ولاد بس. دايما معارفها في اي حته ولاد بس. ففي الاغلب الولاد دي بتبقى عارفه ان هي بتكلم ولاد تانية، وعارفين ان ده مجرد دورك، انت يا اما هتخش التيم معانا يا اما هتزهق وهتمشي، فانت اخرك معاها ايه يعني. وهم بالنسبه لهم هو لو واحد مثلا بيعط معاها، لانها في الاغلب هتكون عطت مع ناس منهم او بتخرج مع ناس منهم لوحدهم، مع كل واحد شويه. فانت بالنسبه لهم واحد من الدور، هي ماشيه بالدور، يوم معايا يوم معاك. هو واحد مش فارق معايا، واحد بالنسبه له الموضوع لعبه واخدها ينبسط بيها يومين وهيقلبها، فمش فارق معاه ان هي تعرفك.
فما تحطش نفسك في الموقع ده ريد فلاج. لو بنت بتقولك انا اصحابي كلهم ولاد عشان ما بحبش البنات ما برتاح لهمش اصلهم مش سالكين، اعرف ان هي شطوره. فخليك فاكر ان مفيش حاجه في الدنيا اسمها احنا اصحاب بس، لان الصحاب بيبقى فيه سيكشوال تنشن، انواع العلاقات يا اما ديتنج، وده مش صح ان انت تخرج مع البنت في مواعده وخروجات وكده. انا بعمله بس اعتقد دينيا ده مش صح، فما انصحكش بيه. النوع التاني خطوبه، النوع التالت جواز، ده العلاقات اللي موجوده. انما اصحاب من غير اصل اصحاب بس وكده مش عارف ايه، دي كدبه احنا بنقولها لما نكون عايزين ناخد بنت مثلا مرتبطه او بنت متجوزه وانا عايز اخليها تفكر فيا، انا عايز اخليها تخونه معايا، ساعتها اقول لها احنا هنبقى اصحاب بس. ده تكنيك لينا احنا، لكن احنا كرجاله احنا عارفين ان مفيش حاجه اسمها اصحاب بس. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. متنساش لو الفيديو عجبك تعمل لايك، تعمل سبسكرايب، وتشغل الجرس علشان يوصلك اللي انا بنزله اول باول.